لو رحت لدكتور تكشف فلقيت الدكتور ده قبل ما يقول لك انت عندك ايه او قبل ما يكتب لك العلاج، لقيته فتح كتاب بيراجع منه حاجة او فتح حاجة على الموبايل على النت بيتأكد من معلومة معينة او بيراجع حاجة معينة، ده تروح له تاني ولا كده دكتور مش كويس ما تروحلوش تاني؟ للأسف احنا في مصر لو حد عمل كده ففي الغالب المريض هيفقد ثقته في الدكتور ويقول ده دكتور مش مذاكر كويس وجاي يذاكر قدامي. لا، هو مفيش حد في الدنيا عنده العلم الكامل بكل شيء في وقت واحد. ممكن المعلومة تكون تاهت منه، يكون المرض ده مش كومن او مش منتشر او فهو مش مذاكره كويس او مش فاكره كويس فبيحب يراجعه. لكن هو كده دكتور امين لانه ما رضيش يديك علاج بدون علم، ما رضيش يتفزلك او يفتي بدون علم. للاسف احنا عندنا بتغرنا المظاهر وبنفرح قوي بالدكتور اللي واثق قوي من نفسه حتى لو بيهبد اكتر من الدكتور اللي بيبقى امين معاك ويديك العلاج المظبوط بعد ما يقرا كويس.